امتى اشك ان انا مريض سكر؟ وايه التحاليل اللي المفروض اعملها علشان خاطر اتاكد انا فعلا عندي سكر ولا لا؟ صباح الخير. السؤال ده جالي برضو كتير، هجاوب عنه النهارده. اول حاجه، امتى اشك ان انا مريض سكر؟ في اعراض شائعه لو انا فعلا عندي سكر بتبتدي تحصل. اول حاجه، جفاف الحلق، نشفان الريق، طول الوقت ريقي ناشف، مهما بشرب ميه طول الوقت حاسس اني عطشان. بدخل التويلت واعمل تويلت ميه بالليل كتير جدا، وكتير وكميات كبيره، مش كميات قليله، عشان كميات قليله دي حاجه تانية، لدرجه ان انا ما بعرفش انام اصلا. تالت حاجه، بتعور التعويره ما بتلمش، يعني ممكن حته تعويره صغيره بتاعت سكينه تقعد معايا بالشهور. مناعتي ضعيفه جدا، باخد دور البرد بقعد بالاسبوع 10 ايام ووجع شديد في كل مفاصلي وفي كل جسمي، برغم ان كل اللي حواليا خدوه خلصوه في يومين 3. تنميل وحرقان في الاطراف. وزني نزل مره واحده من غير اي سبب، لقيت روحي في شهر خسيت 10 15 كيلو وانا مش عارفه انا خسيتهم ازاي. في اعراض متاخره شويه، دوخه، احساس دايما بالهبوط، ممكن اقع من طولي وانا ماشي. كل دي اعراض بتبين ان انا محتاج اروح احلل سكر. طب لو انا عندي عرض من دول، ايه التحاليل اللي المفروض اعملها؟ اول تحليل بحلل صايم. السكر الصايم المفروض من 80 ل 120، لو زاد عن كده هنا انا لازم اروح اعمل تراكمي. فوق ال 120 انا لازم اروح اعمل تراكمي عشان اتاكد متوسط السكر في الدم قد ايه. بحلل فوق. طب انا مش صايم، يعني حسيت بالاعراض دي وانا واكل، اروح بعد الاكل بساعتين. فوق ال 140 ده معناه ان في مرحله خطر وانا لازم احلل تراكمي. طب يعني ايه تراكمي؟ التراكمي ده ادق تحليل بنعرف منه هل انا مريض سكر ولا لا. ليه؟ لانه بيجيب متوسط تركيز السكر في الدم خلال ال3 شهور اللي فاتوا، فهو بيديك مسافه طويله. لا متعلق انا اتعشيت ايه، ما انا اكلت مربى بالليل فصحيت الصبح لقيت سكري الصايم عالي، ولا انا فطران حلاوه طحينيه فده اللي معلي سكري. لا، ملوش علاقه. هو بيجيب لك متوسط السكر في دمك طول ال3 شهور اللي فاتوا. فبالنسبه لنا ده، عشان كده اي حد بيكلمني ما بقولوش حلل صايم وفاطر، بقوله حلل تراكمي. الصايم والفاطر بينديكيت بس، بيشاور لي، بيقول لي ها نروح ولا ما نروحش. بنحلل التراكمي لحد 5.7 انت تمام زي الفل، مفيش سكر. من 5.7 ل6.4 ده معناه ان احنا دخلنا في مرحلة ما قبل السكر، اللي هو احنا بنبتدي نتكلم بقى في مقاومة الانسولين والاعراض اللي انا ذكرتها قبل كده في فيديو مقاومة الانسولين. وليه طريقة للتعامل وليه اسلوب معين في الاكل، انا اتكلمت برضو عنه كتير قبل كده، بس برضو هتكلم عنه شوية تاني دلوقتي سريعا. 6.4 فيما فوق انا مريض سكر. من 6.4 لحد 8 ممكن ان احنا نظبطه عن طريق النظام الغذائي وعن طريق المكملات والفيتامينات. من 8 هنا لازم تدخل دوائي. وفي احيانا كتير لما بيعدي ل8 او يعني من 10 فيما فوق، الدكتور ما بيبتديش باقراص، لازم يبتدي بانسولين الاول، لانه ما يقدرش يخاطر بصحة الجسم طول ما السكر عالي. طب انا رحت وحللت وعرفت ان انا عندي سكر، هنتعامل ازاي؟ كل ده انا قلته في فيديوهات قبل كده، اتمنى حضرتك ترجع لها، انا متكلمة عنه بالتفصيل. طيب انا مش عندي الاعراض دي، بس انا بحب اطمن على نفسي. مين اللي لازم يطمن على نفسه ويعمل تحليل سكر بصفة دورية عشان يطمن على نفسه؟ من 40 فيما فوق، حتى لو ما عنديش تاريخ وراثي للسكر. لو انا عندي تاريخ وراثي للسكر لازم كل 6 شهور اعمل مرة HbA1c سكر تراكمي. لو في زيادة في الوزن حتى لو ما فيش تاريخ وراثي للسكر في العيلة، لازم برضو اطمن على نفسي، لان السمنة بتعلي معدلات السكر جدا ومعدلات مرضى السكر. لو انا بنت وبشتكي من تكيسات المبايض، لازم احلل سكر بانتظام كل 6 شهور لسنة لو انا صغيرة،
من 20 ل 30، من فوق ال 30 مرة كل 6 شهور، من 40 فيما فوق مرة كل 3 شهور بحلل سكر تراكمي. لو أنا عندي ضغط عالي، لو أنا عندي كوليسترول دم، الدهون عندي عالية، لو أنا عندي دهون متمركزة في منطقة البطن، كل ده لازم نبتدي نحلل سكر في الدم بصفة دورية علشان خاطر نطمن على نفسنا. ايه التحاليل اللي بتتعمل؟ زي ما قلنا في الأول، بنعمل صايم أو بعد الأكل بساعتين فاطر، ولو طلعت النتيجة أعلى من 140 أنا لازم بحلل سكر تراكمي. طب أنا دلوقتي في مرحلة ما قبل السكر اللي هو من 5.7 ل 6.4. هنا المفروض ان انت ما قبل السكر. طب احلل ايه؟ بحلل مقاومة انسولين علشان اعرف عندي مقاومة الانسولين وصلت الى اي مدى وابتدي اتعامل معاها. هل ممكن ان انا في الوقت ده ان انا الحق وما يجيليش سكر؟ ممكن طبعا بالنظام الغذائي. طب هجاوب برضو تاني على سؤال مهم. انا حللت وطلع عندي وظبطت اكلي وقللت التراكمي، ينفع ارجع لحياتي الطبيعية؟ لا، ما ينفعش ترجع لحياتك الطبيعية، لان حياتك الطبيعية اصلا كانت غلط. احنا دلوقتي عايشين حياة طبيعية صحية هنكمل عليها، لان لو ما كملناش احنا معرضين ان احنا التراكم يرجع يعلى تاني، ونبتدي ان احنا نرجع تاني في مشاكل مرض السكر. الاسبوع ده واللي جاي باذن ربنا هنتكلم عن مريض السكر، مريض مقاومة الانسولين، ازاي اصوم، اعمل ايه في جرعات الدواء. هننزلها على كذا حلقة علشان خاطر كل واحد يقدر يختار الفيديو اللي يناسب حالته الصحية. تابعوني الاسبوع الجاي، استناني الفيديو اللي جاي. هتكلم عن هنصوم ازاي، هنعمل ايه في الصيام، هنعدل الجرعات ازاي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ما تنساش تعمل لي كومنت وتقول لي ايه اكتر عرض حسيت بيه او اكتر عرض خايف منه. ما تنساش تعمل شير عشان تساعدني في رسالتي ان اقدر اعمل توعية صحية لاكتر كم من الناس. سلام.